على مدار الساعات الماضية انشغل العراقيون باسم سارة العبودي الموظفة في كلية التربية بجامعة البصرة في العراق بعدما وثقت كاميرات المراقبة زميلها درغام التميمي وهو يقتلها في أحد المناطق النائية في أبو الخصيب. وظهر الجاني في البداية وهو يتحدث معها بالقرب من سيارته قبل أن يحتد النقاش بينهما ويشهر سلاحه نحوها. وانتشر المشهد بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بينما أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني اليوم الأربعاء أن الجاني خال أولاده، إلا أنه شدد على أن القانون والعدالة فوق الجميع بحسب تسجيل صوتي. وتمكنت القوات الأمنية من القبض على الجاني بعد أقل من 12 ساعة من وقوع الجريمة.